السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قصة من القلب. اليوم ما غاديش نحكيو قصة عادية. اليوم غادي نحاولوا نفهموا قبل ما نحكموا. الخيانة كلمة ثقيلة كتوجع، ولكن شنو كاين وراها؟ شنو كيدفع إنسانة توصل لهاد النقطة؟ ضيفة اليوم مريم كتقول خنت، ولكن ماشي حيت بغيت نغدر، كنت كنغوت بصمت. مرحبا بك مريم، شنو حسيتي ملي قررتي تحكي قصتك للناس؟ صراحة ما كانش ساهل، ولكن يمكن الحكي يداوي شوية. خلينا نكونوا واضحين، علاش خنتي راجلك؟ حيت ما كنتش عايشة، كنت كنقوم بكل شيء، طياب، ولاد، دار، ولكن ما كنتش كنحس براسي مرة. ما عمرو سول فيا، ما عمرو قال لي شنو درتي اليوم ولا بغيتك. كنت كبحال خيال في الدار. يعني كنتي كتعيشي وحدة داخل الزواج؟ ووحدة قبيحة بزاف. كتحسي راسك كتعيشي مع واحد، ولكن القلب ميت. حتى جا واحد في الخدمة سمعني ضحكني، حسيت براسي كاينة، ومن تما وقعت الغلطة. كتسميها غلطة؟ أكيد ماشي فخري ولا تبرير. خنت وندمت، ولكن كنت غارقة في حياتي، كنموت بشوية وخفت نموت وأنا ما عمر شي حد حس بيا. الناس اللي كيسمعوك دابا غادي يقولوا الخيانة تبقى خيانة، ما كاين مبرر. شنو تردي عليهم؟ ما كنقلبش على العذر، غير بغيت الناس يعرفوا المرأة ما كتخونش ديما حيت بغات تخرب. أحيانا كتخون حيت تكسرت، ويمكن لو سمعها راجلها بكلمة حلوة في نهار ما كانش غادي تمشي في هاد الطريق. شكرا مريم. يمكن بزاف ديال الناس غادي يدينوك، ولكن كاين اللي غادي يسمع ويفهم أن السكوت في الزواج راه خيانة من نوع آخر. كنتم مع قصة من القلب، نسمعوا، نحسوا وما نحكموش. إلى اللقاء.